حاجة العرب كانوا بيعملوها زمان واحنا دلوقتي بنعملها بس بشكل مختلف شوية. العرب زمان لما كانوا بيعملوا فرح كنوع من انواع البروتوكول كانوا بيجيبوا كده رغيف ويحطوا في الرغيف ده لحمة ويدوه للضيوف اللي جايه الفرح. المهم يا سيدي صاحب الفرح لما كان بيلاقي ان اللحمة مش هتكفي كان بيعمل حاجة غريبة شوية، كان بيوفر اللحمة للناس الغريبة واهله واصحابه والناس اللي تخصه، كان بيحط لهم رغيف عيش وجوه رغيف العيش رغيف عيش كمان على اساس يعني ان في لحم. ونظرا لدرجة قربك من صاحب الفرح بتاخد الرغيف بتاعك اللي جواه رغيف تاني وتسكت. فعلا في فرح من الافراح اللحمه ما كانتش مقضيه، وصاحب الفرح وفر اللحمه اللي عنده للناس الغريبه وبدا يدي اصحابه وقرايبه عيش جواه عيش، ظنا منه ان الناس دي هتصون العيش والملح وهيستروا. لحد ما صاحب الفرح سمع واحد من اللي كان مفكره من اقرب الناس ليه بينادي عليه وهو في نص الفرح وقال له: يا فلان الرغيف بتاعي ما فيهوش لحمه ومحطوط جواه رغيف تاني. رد عليه صاحب الفرح وقال له: انا اسف، كنت مفكرك من اهلي، قصدي كنت مفكر ان حطيت لك لحم. الحكايه دي بتقول حاجات كتير قوي، اهمها ان المواقف هي الحاجه الوحيده اللي بتكشف لك مين معاك ومين عامل انه معاك. فولو لو عايز تشوفني تاني.